دخلت عندك وسمعتك وشفت المحتوى اللي انت فيه، شابو والله، تعرف ترفع لك القبعات، ونقبلك من راسك، وان شاء الله وانا دائما اوعدك راح نتلاقى معك ان شاء الله ونيجي لك ونبوس لك راسك. انت لك تعرف على الراس والعين زي ما نقول. ادي اكثر من 20 عام وانا كان يبغي المغرب، وكان نروح ونيجي على المغرب، وكل عام. وكاين عوامات، شوف كاين بلادك، سنين كان يمشي 3 مرات المغرب. وقلت لك هذه بلادك المغرب، اخويا، هذه بلادك المغرب بلادك. المغرب بلادي الثانية. بلادك الاولى والمغرب والثانيه فهمتي. شوف المغرب، لا سمح الله، لا سمح الله وقع شي حاجة، المغرب والله نفدي المغرب بمالي ودمي وحياتي كاملة، نفديها المغرب. لأنه شوف كلمة حق، المغاربة لهم فضل كبير على أهل فلسطين، فضل كبير، ولا يمكن واحد يزاود أو يزيد على هذا الكلام، لأنه المغاربة عندهم فضل كبير، والتاريخ هو اللي كتب، والتاريخ سجل. وهذا مش من عندي، هذا من آلاف السنين وهو موجود ومكتوب. له فضل كبير المغاربة، المحاربين المغاربة، المحاربين الصابرين، أهل العلم، عندهم فضل كبير على أهل فلسطين. لذلك من الواجب أن الواحد يرد الجميل، ولو حتى اللي ما قادرش يقول الكلمة الطيبة، فقط كلمة طيبة.